يا كابتن ليه ما كسبتوش 5 و6؟ كانت قدامكم الفرصه، خاصه الربع ساعه الاخير انه الدفاع اتفتح بتاع الانتاج والمباراه سهله بالنسبه لكم، ضيعتوا جوان كتير جدا. ضيعنا جوان كتير يا كابتن. في ناس مستعجله، بس حازم كان اول مره اشوف الجون النهارده وكان مغضوب شويه. ايوه. اهم حاجه النهارده كابتن الماتش، بس اللعيبه عايزه تاخد ثقه في نفسها تاني صحيح، وترجع الجمهور تاني. فالنهارده هتلاقي كابتن الناس بيلعبوا كوره قريبين، مش عارفين ما بنفرش احنا قدام، يعني عايزين نجيب اجوان. اهم حاجه ناخد الثقه بس، ترجع الجماهير تاني تشجعنا ويبقوا عندهم ثقه فينا يعني. طيب قول لي، انت عملت موقف لطيف جدا قدامنا على الشاشه، رحت الحازم وسلمت عليه بعد ما ضيع الفرصه، وكانك بتاخده للجمهور او للناس، واضح انك عايز تطمنه او تديله الثقه يا شيكا. شوف الو بس ما بيلعبش، فكان كل حاجه، فهو كان مستعجل بس عايز يجيب جون، فانا بقول له اهدى، يعني بقول له اهدى وهي هتيجي بالتاكيد. فبقول له هتيجي يعني. شيكابالا، عايز اسالك عن موضوع اليونان النهارده اللي بيصار اليونان. الموضوع ده امبارح ضحكني والله يا كابتن. ضحكك؟ والله. طب ضحكنا معاك. اصل يا كابتن ده واحد عمال يتكلم بيقول اللي انا همشي فري وانا متاكد مليون في الميه وهتشوف كلامي. طب ازاي همشي ازاي يا كابتن؟ ده انا فاضل لي يعني 3 4 سنين في النادي، همشي فري ازاي طب يا كابتن يعني؟ الله يا اخي، يمكن انت تعرف يعني موجة، يعني انا ايه بلعب في موجة كوميدي؟ هنهزر يا كابتن. طب يا اخي انت هتعرف قده يعني؟ يعني همشي فري ازاي يا كابتن؟ مش فاهم. يعني انت دلوقتي عندك مع الزمالك لسه 3 سنوات او 4 سنوات. وانا موجود يا كابتن، مفيش حاجه خالص من اللي هم بيقولوا ده خالص. مفيش حقيقه العرض يوناني ولا حاجه ولا كلام فارغ من ده. حتى لو هم طلعوا على السايت بتاعهم صرحوا قالوا كده يا كابتن، انا ماليش دعوه. يعني ما حدش جه فوضك، ما حدش جه يكلمك، ما حدش جه يناقشك؟ كابتن انا كل امبارح بالذات، اول امبارح الناس بتوع ارقام اليونان الناس بتكلمني بس انا ما بردش. انا في المعسكر عندي ماتش كنت مركز. وانت بترد على حد خالص؟ لا في المعسكر غير المعسكر، انت اصلا ما بتردش. انت بس يا كابتن. انا بس نعم. طب شيكابالا عايز اكلمك. مين؟ واحد. لا استنى بس عايز اكلمك كلام مهم دلوقتي. الجمهور يا شيكابالا، وانت راجل مرتبط جدا بالجمهور، الجمهور مرتبط بيك. بقت في النهارده ازمه، الزمالك احتمال كبير يلعب المباراه القادمه بدون جماهير. النجوم الكبار اللي زيك واللي زي عبد الواحد وكابتن احمد حسن، الناس الكبار دول يعني، اتصور كنت لسه بتكلم مع الاستاذ سيف والكابتن اشرف والكابتن مجدي طلبه، لازم يبقى لك انت مع ابو تريكه مع حسني عبد ربه ومع النجوم الكبار دول، لازم يبقى لكم وقفه يا شيكابالا. لازم تقدر. كابتن هو في حاجه غريبه، اللي هو كل الجماهير بتروح يعني كل ماتش برضه نروح نلعب بدون جماهير او بتلعب بره ملعبك برضه بيروحوا يولعوا شماريخ، فهم عايزين يوصلوا رساله بس احنا مش عارفين هي ايه. ما هو بعد كده شيكابالا من غير جمهور. احنا مش عارفين ايه، انا مش عارف ايه شيكابالا اللي جاي من غير جمهور. خلي بالك دي المشكله، هم مش قادرين يفهموا ده، ان اللي جاي من غير جمهور. فانا عايز النجوم الكبار اللي زيكم لازم يدوا للناس. وبعدين يا كابتن احسن لينا اللي احنا نلعب في ملعبنا. يعني لما احنا نطلع بره يعني ليه نلعب في ملعبنا، واحسن لنا احنا كمان يا كابتن. طب الرساله اللي عايز تقولها للجمهور ايه يا شيكابالا؟ يعني بقول لهم نروح ننبسط بس يا كابتن، يعني نشجع فرقتنا لحد اخر دقيقه. وخلاص نروح ننبسط، يعني نتفرج على كوره ونشجع وننبسط ونتفرج وان شاء الله نكسب. شايف بس اصل الشماريخ مش تعمل حاجه ولا الهوا. صحيح. شايف الزمالك قادر على الفوز بالدوري السنه دي، ولا شايف المنافسه هتبقى قويه وهتبقى بين مين ومين يا شيخ؟ المنافسه قويه يا كابتن على طول. واحنا ان شاء الله يعني اتعلمنا من الدرس السنه اللي فاتت، وان شاء الله يعني اتعلمنا من الدرس، وان شاء الله السنه دي ننافس لحد اخر الدوري، ولو احنا فريقين ان شاء الله مش هنضيعه زي السنه اللي فاتت ان شاء الله. عندك امل تلعب قدام البرازيل الماتش الجاي؟ يا رب ان شاء الله. يا رب. مركز يا شيكابالا السنه دي مع المنتخب باذن الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. لو موجود في المنتخب ان شاء الله انا مركز، وان شاء الله هعمل حاجه كويسه. شيكابالا السنه اللي فاتت هداف الدوري، السنه دي لسه ما سجلش، عامله لك قلق شويه؟ لا خالص يا كابتن، طالما بنكسب يا كابتن شوبير كل حاجه بتبقى كويسه خلاص. مش فارقه معاك؟ لا مش فارقه خلاص، كسبنا خلاص. كسبتوا خلاص. شيكابالا اشكرك ومبروك. اديني وحيد بقى، ايه رايك في وحيد النهارده؟ لا الطقم حلو. الطقم بس. طب قول لي، طب استنى بقى، استنى اخد منك شويه اراء كده. طب احمد حسن اخباره ايه النهارده؟ احمد حسن هدف وعمال يهدف اهو جنبي، انا مديله الثقه. انت لكن صلاح سليمان هنخف عليه النهارده شويه. بلاش يا كابتن. عديها معلش. عديها. وحازم هنخليه يخش على الجون شويه عشان ما يتخضش بعد كده. وانا في التمرين هاخده كل يوم يا كابتن كده كورتين على الجون. كده خلاص تديله الثقه ان شاء الله. ادينا ابو طقم.